هذه الشعارات او بجتهد ان اكون امينا، وانا ارجو انت تكون ايضا امين في تطبيقك للشعارات. يعني حينما اقول انا بحترم حقوق الانسان، سواء الانسان اسود او ابيض، امريكيا او مسلما او يهوديا او مسيحيا، انا بحترم حقوقه. مش انا احترم حقوقه. ده الرسول عليه الصلاه والسلام لما مرت جنازه وقف، فالصحابه استغربوا، قالوا له يا رسول الله انها جنازه يهودي، اليس انسانا؟ فاحترام حقوق الانسان قيمه عندنا، قيمه، مبدا حقيقي، ما هياش عاملينه للاتجار بيه. انا بحترم حقوق الانسان ما دام يجلب المصلحه للامريكان، لكن اذا كان ما يجلب لهمش المصلحه فتداس على حقوق الانسان، ويعذب في جوانتنامو، ويسحق في جوانتنامو وابو غريب، ويدخل الجيوش لتقتيل وهدم حضاره عظيمه في العراق، واعاده دوله كبيره في العراق تحت زعم مواجهه المستبد، اعادتها للقرون الوسطى. هي العراق دلوقتي بقت دوله؟ هل هذا من الديمقراطيه، ولا هذا من حقوق الانسان؟ هل ما يحدث للشعب الفلسطيني ده من حقوق الانسان؟ ما هو ده القصه. دكتور عبد المنعم، في سياق كلام حضرتك اتكلمت عن من يتحدثون باسم الاسلام ويتكلموا عن هدم الاضرحه، او انه يكون في، خليني اضيف ليها انه كان في تصريحات مؤخرا بانه الاثار الفرعونيه دي مثل الاوثان ولازم يكون في تصرف بشانها. ده كان تصريح اعتقد من رئيس الدعوه السلفيه او الجماعه السلفيه. وما شاهدناه بقى، وكان في ايضا احد ايضا الدعاة السلفيه واتكلم عن الدكتور محمد البرادعي وابنته في خطبه، وان هي متزوجه من نصراني، وقال نصراني كافر، ورجع بعد كده واعتذر في البرنامج. عايز اعرف موقف جماعه الاخوان من هذه التصريحات ايه، لان هي زي ما حضرتك قلت هي بتتحدث باسم الاسلام. لا، مفيش احد يتحدث باسم الاسلام. هما بيتكلموا بيقولوا ان لا، يعني في فارق ان الواحد يقول ده فهمي للاسلام وانا رؤيتي كده للاسلام. لا احد يتحدث باسمه، ولا الازهر الشريف. يعني في فارق ان الازهر يقول رؤيته كمؤسسه علميه محترمه للاسلام، لكن ما يقولش انا اللي اتحدث ولا يتحدث غيري. اصل يتحدث باسم الاسلام معناه لو انا اتكلمت يقول لي لا انت ما تتكلمش، ده انا بس اللي اتكلم باسم الاسلام. فقصه متحدث باسم الاسلام لا، بس مش في من يفعل ذلك يا دكتور عبد المنعم. الذي يفعل ذلك لا يفهم الاسلام اصلا. لان ربنا سبحانه وتعالى ارسل الاسلام للناس كافه، للابيض والاحمر وكذا، وبالتالي دايما اللي يتكلم يقول انا بتكلم عن فهمي للاسلام. وعشان كده انا دايما اقول ان الاخوان المسلمين مش بتتحدث باسم الاسلام، بتقدم فهمها البشري للاسلام اللي ممكن حضرتك تقبليه او ترفضيه. فاذا رفضتيه ما اقولكيش انك ترفضي الاسلام. وكذلك الازهر كمؤسسه علميه دعويه عظيمه نعتز بها، حينما يتحدث عن الاسلام بيتحدث عن فهمه كمؤسسه العلميه وبحثه المؤسسه كمؤسسه علميه للاسلام. فقصه ان يطلع اي طرف يقول انا بتحدث باسم الاسلام، اصل لو قال كده معناه ان ما حدش تاني بقى يفتح بقه، هو بس اللي بيتكلم، وده مش وارد. اما الممارسات، اولا التجمع السلفي تجمع يعني محترم وتجمع وطني، وانا اقدر يعني لكن انا بختلف معاه في بعض مواقف وبعض اراء وبعض فقه. حينما يكون بعض المتطرفين وسيء الفهم عن الاسلام في يقولوا مثل المقولات اللي حضرتك قلتيها التي لا تتفق لا مع خلق الاسلام ولا مع ادابه، ان انا اقتحم بيت انسان ايا كان هذا الانسان واقطع اذنه وافعل كذا، او اقتحم بيته واقول اصل بنته كذا وانته كذا، هذا لا يجوز في خلق الاسلام اصلا. لا يجوز ان انا يعني اتعرض لاعراض الناس ولا لبيوتهم ولا نساء، هذا لا يصح ولا يجوز. وانا اتصور ان دي قله قليله، وانا اتصور ان زي ما بقول مطلوب استمرار استخدام فزاعه ضد الاسلام. فحينما فشلت فزاعه الاخوان فاحنا نبدا نحرك شويه اطراف من هنا وهناك، اللي يقول لك انا ههدم ضريح الحسين، واللي يقول لك دي اوثان، واللي يقول الكلام ده، هذا كلام عبث. الرسول عليه الصلاه والسلام ظلت الاوثان موجوده نفسها التي كانت تعبد، فالان مفيش محل لعباده اوثان. اوثان مين اللي بيعبد اوثان دلوقتي؟ فين الاوثان اللي بتعبد في مصر عشان نقول دي اوثان؟ يعني موقف جماعه الاخوان المسلمين من الاثار الفرعونيه، السياحه في مصر بشكل عام، عمل ثقافي نقدره، هذه حضاره امتداد لحضارتنا، هذه حضاره يعني اللي مصر. عايز يطمئن دلوقتي مثلا على السياحه في مصر يا دكتور عبد المنعم، اذا بالفعل وصل الاخوان للحكم، عايز اعرف حضرتك تقول له ايه؟ السياحه يعني انا زي ما قلت عده مرات قبل كده، مصر فيها ثلث اثار العالم، والسائح الاجنبي ياتي مصر، هو جاي مصر لا مؤاخذه من اجل ان يعربد فيها، جاي يطلع على ثقافتها ويستمتع بطقسها الجميل والى اخره. وطبيعه اي اجنبي حينما يدخل اي وطن انه بيحترم قيم هذا الوطن. بس احنا نقول له، نعرفه ان احنا قيمنا كذا وقيمنا. انت حضرتك حينما تذهب لمسجد القلعه
حينما يدخل السائح لمسجد القلعة ويطلب منه الحارس بتاع الجامع، السائحة يعني، لو انها تغطي نفسها، ما بتقولوش لا انا مش عامله. ليه؟ بتعتبر دي قيمه لهذا المجتمع، وانا احترم. انا حينما اذهب الى اي دوله خارجيه واجد ان انا حينما ذهبت للصين ولقيت في طريقه معينه للتعامل مع المعبد البوذي احترمتها، ليس لان انا عقيدتي بوذيه، لكن احتراما لاصحاب المكان اللي انا موجود فيه. فدي مسائل. فمساله يعني تحويل السياحه، ان وكان السائح جاي هنا لمصر عشان نفسه يشرب خمره ونفسه يعربد ونفسه، السائح ما عنده، هو مش جاي يعمل ده بالفعل يا دكتور. ولكن خلينا نبقى صراحه مع بعض. احنا عارفين انه مثلا لو حضرتك طالما ذكرت شرب الخمر في يعني في ديننا، لا بس في ديننا هو حرام، يعني حرام عليا ان انا اشرب خمر. ده اللي انا بقوله. اما غير المسلم لا يحرم عليه. بالظبط، لا يحرم عليه، لا يحرم لكن عليه. يحرم التداول، يحرم البيع، يحرم كذا. لكن لو ان الراجل اللي جاي بحاجته معاه وقعد يشربها لا يجوز. لا، ولو موجوده في الفندق، ما هو هتفضل موجوده في الفندق. ما هي لو موجوده اصلها، لو موجوده في الفندق ولا مش موجوده، دي مرتبطه بحكم شرعي يحرم شربها وتداولها وبيعها، فضلا على ان انا بقول كطبيب انا اتمنى ان لا يشرب الخمر احد. انت تعرف ان الكحول از توكسيك فور ذا ليفر. لا، يعني انا اكيد مش بروج ليه، والحمد لله عمري ما جربته، انا ما بتكلمش في دي. اصلا انا بالمناسبه وكأن الخمر ده مسلم به طبيا، وانا طبيب ما اقدرش امرر المساله دي. هذا خطر على وديننا بينهانا عنه يا دكتور. انا مش بتكلم في دي بالتاكيد، لكن انا بتكلم في نقطه ممكن تكون معضله. يعني لا ليست معضله. لا لما يجي السايح دلوقتي وهو هيقعد في الفندق وفي الاوتيل، في سايح لا هيطلب وهيبقى عايز خمره في الفندق، هيحصل ايه في الحاله دي لو الاخوان هي اللي في ايدها القرار؟ انا هقول لحضرتك مش الاخوان، اولا لا يجوز ان في حد يبقى في ايده القرار. اللي في ايده القرار هو مجلس النواب المنتخب من الشعب المصري، وبالتالي صاحب القرار هو الشعب المصري. لو الامر متروك لحضرتك هتعمل فيها الاخوان لا، انا لو الامر متروك ارجع للبرلمان. لو انا يعني هبي ان انا المسؤول جدلا في المكان، في برلمان، مفيش حاجه اسمها. لان بعض الناس لو حضرتك الرئيس، لو قررت انك تترشح، لو انا الرئيس لا يمكن اصدر هذا الا بالعوده برضك للبرلمان. في برلمان هو الذي يشرع ماذا نفعل، نمنع ماذا وطبيعي ان احنا في بلد له قيم وله كذا، ان مثل هذه المسائل حسب احتراما لقيم الاسلام العظيم وقيم الشريعه الاسلاميه، احنا بلد الاسلام، بلد الازهر، وبالتالي في فارق ان امنع على السائح ان يشرب، انا الاسلام لا يسمح لي بهذا، او امنع عليه ان يحمل خمره تخصه، الاسلام لا يسمح لي بهذا اصلا حتى لو اردت. لكن الاسلام لا يسمح لي بان انا اصنع الخمر او اتداولها او ابيعها او اشتريها، هذا تحريم للمسلم. اما غير المسلم من حقه انه يحمل الخمر ويشربها، قد لا يشربها على قارعة الطريق. ثم ان السائح مش جاي هنا نفسه يشرب خمرة في مصر، وكأن الخمرة وحشيته، الخمرة مالية الدنيا في اوروبا. عايز تجيب خمرتك معاك، اتفضل يا سيدي، هات خمرتك معاك وتفضل اقعد بيها. تمام. مش عايزين نتوقف بقى عندها كتير، ولكن هي جت يعني في سياق الكلام. الحقيقه احنا لازم نروح لفاصل، بس بعد ما نرجع من الفاصل انا عارفه ان حضرتك كان ليك موقف من حزب العداله والحريه في موقف لحضرتك، وافتكر ان حضرتك كنت معارض يعني لانشاء هذا الحزب. عايز اعرف معارض ليه، عايز اعرف موقف الجماعه، موقف انا عارفه ان ايضا كان في انتقاد، يعني في ندوه بالاسكندريه حضرتك انتقدت المرشد العام لجماعه الاخوان، وحتى قلت لا تندهشوا، او يعني نشر على لسان حضرتك انك قلت لا تندهشوا من انتقادي للمرشد العام، لان احنا في عصر التنوير او عصر الحريه الان. صحيح. فعايز اعرف او اتناقش مع حضرتك في كل ذلك، ونتكلم كمان عن حديث انه في انشقاقات او انقسامات داخل الجماعه. اسمح لي بس نروح لفاصل ونرجع، وبعد الفاصل نعرف هل بالفعل الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح سيترشح، ولا بدأ يقترب من اقتناعه بالترشح، ولا لسه في مرحلة التفكير. استنونا. نرجع وبنكمل كلامنا مع دكتور عبد المنعم أبو الفتوح، القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين. وقبل الفاصل كنت بتساءل هل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح هو قال في البداية أنه هو إلى الآن لم يقرر سيترشح لرئاسة الجمهورية ولا لا، بس عايز أعرف اقترب قد إيه تقريبا من الفكرة؟ يعني حضرتك أميل نعم للترشح ولا أميل لله؟ شوف حضرتك، أنا الحقيقة قضية الرئاسة أنا أتمنى بكل إخلاص وصدق أن يجد المصريون اللي أنا واحد منهم مرشح نقدر نحط عليه عنوان مصر، وعنوان مصر ده أساسه هي الحضارة الإسلامية. وأنا متصور ما فيش مصر من غير حضارة إسلامية. أي نظام يحكم مصر من غير ما يعلي قيمة هذه الحضارة ويحط عنوانها الرئيسي بما تشمله من احترام للحريات واحترام لحرية الاعتقاد والتعبير
وعمل واحترام لحقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة، وأن يكون المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات، هو ده معنى الحضارة العظيم الإسلام، والاهتمام بقضية التنمية وإلى آخره. وبالتالي أنا نفسي أن يبقى في مرشح، مش أنا، يبقى موجود نستطيع كمصريين بصفة مغلقة، أغلبنا طبعا مش كلنا، نلتف حوله. أنا شايف المكان ده فاضي حتى الآن. مفيش أحد المرشحين حضرتك شايف إن هو يعني قريب من المواصفات اللي حضرتك أنا مع احترامي لكل المرشحين أو الافتراضيين، لأن مفيش مرشحين، لا كله افتراضي بشكل رسمي يعني. إلى أن يتم الترشح الرسمي، أجد أن المكان ده مازال يحتاج لأحد يملأه. أنا أتمنى أن يساعدني وأساعد نفسي في أن نجد هذا المرشح فندفعه ونلتف حوله ويدخل في منافسة مع الآخرين. إذا ما لقيتش المرشح اللي بيتفق مع ده اللي بيجعلني أقول أنني أفكر، ده اللي يخليني أقول أن أنا أفكر. ساعتها ممكن تترشح جدا. أنا ما عنديش أي مشكلة أن الوطن عندي فوق كل شيء. يعني أنا هذه المسألة أفكر فيها من هذا الباب الذي أتمنى بكل إخلاص أن أجد من يقوم بهذا الواجب، لأن أنا بتصور أن دي عملية الآن الذي يقدم عليها يقدم على عملية استبسال من أجل الوطن، تقديم نفسه وراحته ومستقبله وحياته ومن أجل الوطن، لأن أنت ستكون رئيس لدولة حرة ولشعب كريم وشعب حر، مش شعب مستعبد بتديره أجهزة أمن وتقمعه. وبالتالي إدارة الشعوب الحرة ليست سهلة، إدارة الشعوب المستعبدة دي سهلة جدا. قاعد البيه في قصر فخيم هنا وهناك، وينتقل من قصر إلى قصر ومن مكان إلى مكان، ويأتيه الملابس والأكل من الشانزليزيه في فرنسا، ومفوض جهاز أمن قمعي يدير الشعب كالعبيد. دي طريقة الحكم دي لطيفة جدا ومريحة قوي، لكن الذي يدير شعب ويقود شعب من الأحرار لازم يعرف ان دي مهمة صعبة وقاسية جدا جدا جدا. اتمنى ان يقوم بها غيري، لان انا لا استجلب لنفسي الواجبات ولا استدعي لنفسي المشقات، بل ادعو الله ان يدفع عني الواجبات والمشقات ويحملها عني. فاذا وجدت، والا ادعو الله ان يكون عندي القدرة والارادة بمعاونة كل الوطنيين والمخلصين. وبالمناسبة انا يجب ان اشيد بالجهد الكبير الذي يقوم بعدد كبير من الشباب على مواقع شباب مصر وشباب الثورة، وكثير من المصريين المخلصين، ومنهم مصور جاءني امبارح اسمه إبرام، جاء منتهى الانفعال والحماس يطلب مني ان هو ياخد مني صور لانه عامل موقع ويريد مني ان اترشح للرئاسة. ده اسمه إبرام، مسيحي يعني، مسيحي يقول هذا. أنا أتمنى أن يقوم بهذا الواجب غيري، أنا لست يعني راغبا. بمناسبة يقوم بهذا الواجب غيري، أنا بكلم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين، وحياتك يعني فكرك إسلامي ديني. الحقيقة أنه يعني أي مرشح مش لاقي بال يعني لموضوع أنه أنا هتكلم بصراحة. احنا عارفين انه اي حاكم او اي ولي امر بتتكلموا بصراحه من زمان، دلوقتي المفروض تكونوا اشد صراحه. لا ده احنا اشد خالص، استنى عليا شويه. وانا ارجو ان يعني بالمناسبه دي اعود الاخ العزيز معتز الدمرداش ينير مكانه معاكي ان شاء الله. يعني كنت يعود وانا يعني كنت اتمنى انا الدكتور حسن راتب اخ عزيز وصديق، اتمنى ان معتز يرجع. انا بقول في البرنامج وعلى الهواء ان شاء الله لان قد لا اجد فرصه اكلم او اطلب من اخر. لا واحنا كمان بنتمنى بالتاكيد ان شاء الله. لا مؤاخذه ده بين قوسين يعني. لا طبعا، لا الحقيقه انا عايزه اسال حضرتك، يعني من المعروف انه او حضرتك بالذات هتبقى فاهم الكلام ده، انه اي حاكم او ولي امر هو مسؤول عن كل مواطن امام الله، مسؤول عن المواطن ده نايم شبعان نايم في مكان كويس، هو مسؤول عنه طبعا. احنا عددنا كبير قوي. حضرتك مش متخوف من هذه المسؤوليه؟ ازاي هتضمن ان حضرتك تحط راسك على المخده لو بقيت رئيس جمهوريه؟ تضمن منين ان مفيش واحد على الاقل في ال 85 مليون نايم ناقصه حاجه؟ يعني الضمان بتاع دي مش ان الشخص، لان 85 مليون او اي شعب حر لن يحكمه شخص، تحكمه مؤسسة.